بزاف ديال الناس ما نجحوش واخا حاولوا بزاف ديال المرات، وكيحاول في بزاف ديال المجالات وما كيعرفش السبب الفشل رغم انه حاول بزاف ديال المرات. السبب هو انك اي مجال بغيتي تخدم فيه دماغك كيركز على النتيجة والنجاح، عقلك كيشد النتيجة وكيخليك تعيش احساس النجاح وانت كتخايل وصولك للنتيجة، فلوس والراحة المادية. دماغك ما كيركزش على الطريق اللي خاصك تدوز منها باش توصل للنتيجة. بحال شي واحد بغى يبدا مشروع على الانترنت، الدماغ كيبدا يتخايل النجاح والنتيجة والفلوس. او رياضي بغى يشارك في مسابقة كيتخايل النتيجة ولحظة التتويج بالذهب امام الجمهور. وهذا الشيء اللي كيخليك تولي محبط من اول عائق، الاحساس بالفشل وخيبة الامل، لانك ما ركزتيش على الطريق اللي غادي تدوز منها باش توصل للنتيجة. الطريق الى النتيجة او الطريق الى الهدف هي طريق طويلة وهي الاهم، خاصك توجد راسك ليها بالتمارين، توجد راسك نفسيا ماديا معنويا وحتى زمنيا، يعني الوقت الكافي للتدريب واكتساب القوة والمهارات الكافية قبل ما تبدأ اي مشروع او اي تحدي. خاصك تركز على الطريق اللي غادي تدوز منها وتكون مستعد للعقبات اللي غادي تواجه في هاد الطريق، وتحط بين عينيك انك غادي تواجه مشاكل وعقبات وغتحلها بالمهارات والقوة اللي اكتسبتي في التمارين. ماشي غتشوف انسان نجح في واحد الميدان وغتقول غنوض نخدم نفس الميدان لانه ناجح داك الميدان، وتخلي دماغك يتخيل النتيجة والاحساس بالنجاح، وهذا الشيء كيخليك تحس بالحماس وكتنوض تبدا الخدمة وانت متحمس. الحماس بوحدو ما كافيش، لان داك الشخص اللي ينجح ما بداش بالحماس. كتحط المشروع اللي غتخدم عليه، كتحسب الوقت الكافي اللازم للعمل، كتوجد راسك ماديا، كتشوف المهارات اللي لازم تكون عندك باش تخدم هذا المشروع، وكتشوف المهارات اللي عندك والمهارات اللي ناقصاك وكتمرن عليها يوميا. كتوجد راسك نفسيا ومعنويا باللي غادي تبدا واحد المشروع اللي خاصو الوقت والصبر والسهر وقلة النعاس ومجهود ديال بصح، لان حتى حاجه ما كتجي بالساهل. وكتوجد عقلك على انك غادي تواجه صعوبات وعقبات، وكتولي مستعد لهاد الصعوبات والعقبات وعندك قوة انك تخطى اي مشكل واي عقبة، ماشي تولي محبط من اول اختبار حقيقي. وكتخدم على مشروعك يوميا وكتسمح بشي حوايج مهمة في حياتك باش مشروعك ينجح. بخلاصة، فعوض ما تخلي دماغك يفكر في النتيجة، خليه يفكر في الطريق الى النتيجة. برمج دماغك يفكر في الطريق الى النتيجة في اي ميدان بغيتي تخدم فيه، وحط خطة والوقت الكافي لتعلم المهارات. ضيع وقتك في التدريب واكتساب المهارات احسن ما تضيع وقتك في العمل على مشروع عجبك فقط لانك كنت متحمس، لان الحماس شعور يقدر يتلاشى مع الوقت، اما التدريب والمهارات كيبقاو معاك حياتك كلها.